مرحب، حياكم الله. فقرة تحليل الأسماء. لكل من اسمه نصيب. كل إنسانة اسمها غصون. هذه الإنسانة من الشخصيات اللي تحب التجمعات العائلية والاجتماعات والسهرات الأسرية. تبين إنها شديدة، ولكن هي في الداخل إنسانة مرنة سهلة. تكرر دائما أفكارها، تكرر دائما أفعالها. عندها قدرة على الإبداع في أفكار جديدة ومشاريع جديدة. أفكارها جدا خلاقة، إنسانة عندها الخيال متسع جدا. إذا كان خيالها في شيء صح راح تبدع، وإذا كان خيالها في شيء غير صحيح راح يؤذيها. لحوحة جدا للشيء اللي تريده، تحب التركيب والتحليل. معبر عن ذاتها بشكل سهل، تعبر عن نفسها، تتكلم عن كل شيء بدون ما حد يطلب منها. كثيرة الكلام، كثيرة التفصيل. إنسانة عندها أشياء في بالها ما تنساها، يعني في أحداث قديمة موجودة في أفكارها وفي ذاكرتها ما تنساها، وأحيانا تبني عليها حاضرها ومستقبلها. تحب القيادة في البيت، تحب الكلام الكثير، تحب التعبير، تحب تسمع القصص وتحب تقول القصص وتحب تفصل. عندها قوة فكرية جدا كبيرة. إذا ما قدرت تستخدم هذا الخيال والفكر اللي موجود عندها في شيء يفيدها في حياتها، راح كذلك ما راح تستفيد منه. بالعكس، لازم تستفيد من هذه القدرة اللي موجودة عندها. ممكن تفكر في مشاريع يعني غير موجودة. ممكن تبدع قصة من الخيال. ممكن كذلك تسرد وتكتب هذه الأمور. تحب عالم الصوت وعالم الفن. تكره الكذب وتكره التعامل مع الأشخاص اللي يكذبون، وتكره أن يعتقد الآخرين أنها ممكن تكون تكذب.